يفضل أن تبدأ الموسم الرمضاني بأفضل طريقة، لهيك خليك مع البودي. بنصبها فوقها وبعدين بننزل فوقها العدس. حابب تاكل خفيف، ما حابب تقل، ما بعرف. يقولوا انه بتتلخص ملذات الحياة بالأكل والحب. كيف إذا كان هذا الأكل مصنوع بحب؟ شوف معي منظر الالوان ما احلاه، ولابيله الاسود، يعني بتحسوا ان دول تياب بيلبقوا مع بعض. وكيف إذا كان هذا الحب لأطيب وصفة شوربة؟ وبيقولوا إنه المال ما بيشتري السعادة. يا رب يلا 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 روح. شكلهم ما جربوا يشتروا مكونات ألذ وأطيب وصفة شوربة. شي مرة خطر لكم قديش ممكن نبدع بأكلة بسيطة وسهلة؟ شو وصل هالبرنامج؟ انا ما بعرف شو بدي اعمل بصراحه. انت شو عامل؟ انت ساحر الشوربات هلا البرنامج. خليكن معنا بهالموسم الرمضاني لحتى نحضر سوا أطيب وأسهل وصفات الشوربة. اليوم بدنا نعمل شوربة بروكلي، ولكن مختلفة عن كل شوربات البروكلي. رح نكون سوا مع بعض بموسم كتير ممتع وبسيط ومليان لذاذة.